ايناس تفضلي يا ايناس. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. اهلا بك اخي يا طلال. ريت انا اللي بس يكلمونا حابه يروحون الاول. للنقطة سيدة. تفضلي يا ايناس. نعم. تفضلي النقطة اللي بتقولينها. تمام. حضرتك انا كل كلامي بس ردا الاول على الاخت هدير. سؤال بس يا استاذه هدير، كنت فين لما قناه الجزيره كانت بتعرض وقت تنحي الرئيس الجزم وهي مرفوعه؟ كنت فين؟ كنت قاعده فين ساعتها؟ كنت قاعده في بيتك بتسقفي؟ ما يصحش يا اخت هدير، دي مش اخلاق المسلمين اللي بنستمدها من قدوتنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. بالنسبه للتدخل، احنا مش لاقيين حد جنبنا وكتر الف خيركم. وبرضه هسالها كنت فين لما امريكا كانت بتتدخل في شؤوننا؟ مش امريكا بس، العالم الغربي هو بيتدخل في شؤوننا. جايه دلوقتي من اللي مننا وفينا بتقولي بيتدخلوا؟ ولا علشان احنا دلوقتي اللي ما بيشتمش في الرئيس يبقى من القايمه السوداء؟ متشكره جدا ليك اخي طلال. بس طيب أنا يا بحب ايناس يا أوضح حبيبتي، الان وين الحرية؟ وين الديمقراطية؟ وين وين الديمقراطيه دي؟ اذا لو كان صار، مش اذا شايفة كان إن الصوت الاخر ما الديمقراطية ينسمع، اذا كان هناك قائمة سوداء، اذا اما اشتم الرئيس ولا تبقى خاين، اما اشتم حسني مبارك ولا، وين هذه كلها يا اخوان؟ انا اسال. يا أخي طلال، الديمقراطية هو تقبل الرأي والرأي الآخر، هذا هو اللي احنا يعني احترام المفروض ان الرأي. الثوره جابت لكم هالشيء. المفروض ان بالضبط، الثوره احترام. طورتكم الى الافضل. انا اذكر قلت لك في عهد حسني مبارك رحت قابلت معارضين لحسني مبارك، شتموا حسني مبارك على الهواء في تلفزيون سكوب، والله ما حد كلمني بمصر. الله ينور عليك. في 48 صحيفة معارضة في عهد الرئيس سيد محمد حسني مبارك. تمام. أنا بس حابة بقى يا اختي أوضح انا بنفسي رحت وديت كاميرات سكوب معاي، ودخلت وقابلت المعارضين وشتموا الرئيس، شتموه شتم، وطلعت على الهواء، والله ما حد قال لي وين انت رايح. والله لا ما حضرتك انا اقول رحت حق فعلا. الاستاذه فجر كانت وياي، قلت لها الحين بنطلع نلاقيها من الدوله باشر تحقيق، بس علموا السفاره عشان تلحق علينا. والله ما لقينا واحد يقول لنا وين انتم رايحين. طلعنا من المطار اشرطتنا معنا، ما حد قال الاشرطه هذه شنو فيها. ذعنا المقابلات هني في تلفزيون سكوب في رمضان الماضي، ما حد قال لنا وين انتم رايحين. طيب الان الحمد لله. الله ينور عليك اخي طلال. بس بعد اذنك بس سيبني اوضح معلش، عشان انا في نقط كتير عايزه اوضحها. تمام. تفضلي. الاول، من يقول ان سياده الرئيس محمد حسني مبارك انه هو بيدعي انه خلال 30 عام من فساد وامراض وظلم؟ بس انا كل اللي عايزه اقوله ان هذا الرجل لم يحكم 30 عام، لا، حكم 62 عام من فناء وتضحيه وعطاء لهذا الوطن. هذا الرجل في 67 استلم السلاح بتاعنا، السلاح الجوي مدمر ومهشم، وسلموا اقوى سلاح جوي في المنطقه، بل وهو قائد. انا لست اتكلم عنه وهو رئيس. استلم وهو رئيس بنيه تحتيه متهالكه، استلم 45 مليون مصري. معلش يعني بقوا في عهده 85 مليون مصري. يعني عندي نمو بشري وعندي ايدي عامله. مش الرئيس اللي قال ما تحددوش نسل، احنا عملنا حملات توعيه لتحديد النسل، ما حد سمع. عندكم علاقات اصبحت مع الدول العربيه، عندكم دعم من جميع الدول العربيه، عندكم كانت العلاقات مقطوعه بوقت السادات، كانت الميزانيه خاويه، كانت مصر تخرج من حرب لتدخل حرب اخر، كان الشباب يقتلون، كان هذه امور كثيره احنا نعرفها وهم يعرفونها ايضا. شكرا يا ايناس. احنا نقول لهم انتم يا ثوره يلي جيتوا تبون تعطون الناس مزيدا من الحريات، اقبلوا الرأي الآخر. اقبلوا الرأي الآخر اللي يقول حسني مبارك رجل شريف استلم بشرف وخرج بشرف. ليش اللي يقول هذا الكلام يصبح كافر بالثورة؟ ليش اللي يقول هذا الكلام يصبح خائن لمصر؟ ليش اللي يقول الكلام هذا يصبح عدو للثورة؟ طيب تعال وقف. الآن أنت ما تقدر تلغي فاروق من تاريخك، مستحيل تلغي الملك فاروق من تاريخك، حاكم مصر وملك مصر، والآن الأسرة الحاكمة المصرية معروفة اللي هي أسرة فاروق. ما تقدر تلغي محمد نجيب من تاريخك، رغم أنه ما حكم إلا 6 7 شهور، أيضا موجود بتاريخك غصبا عليه وعليك.
كذلك عبد الناصر، كذلك السادات، كذلك حسني مبارك. لكن الحين منو رئيسكم؟ علموني بس، علموني منو الرئيس الحين في مصر؟ مركب بلا ربان، شلون تبونها تخوض العباب؟ يلعب فيها الريح من كل اتجاه. طيب تعال يا رئيس الحكومة الانتقالية، انت رئيس حكومة انتقالية ولا قاعد ترسم سياسات مصر الجاية القادمة؟ انت رئيس حكومة انتقالية، يفترض فيك انك تسلم الحكومة منتخبة او تسلم المجلس منتخب ينتخب رئيس قادم، او انك انت رجل جاي تحدد شكل الحكم القادم لمصر وقاعد تحدد. يعني هذا الرموز لما تشوفهم يسحبون بالسجون ولا يحاكمون، هل من اللي صالح؟ من هذا؟ أمة تأتي فتلعن من سبقتها، هل هذا هو صحيح؟ هذه صفة أهل النار وليست صفة الناس المسلمين. طيب يا أخوان، هذا الرجل العظيم الذي يحمل وسام، على الأقل الوسام اللي أنتم درستونا في كلية الحرب وكلية الأركان في مصر، درستونا أنه من يحمل هذا الوسام لا يحاكم، ومن يحمل هذا الوسام لا يعدم، ومن يحكم هذا الوسام كذا. الآن أنتم قاعدين تحاكمون الرجل وهو أصلا عمره 82 سنة، ايش بقى فيه؟ الآن الرئيس المصري مع الأسف الشديد مضرب عن الطعام، ما بقى عنده حواليه من عائلته غير أحد أحفاده، واحد من أحفاده يحاول إنه يخفف عليه ولا هو قادر، مضرب. إيناس تسمعيني أنتي؟ شنو شعورك لما تسمعين إن الرئيس في وصل إلى هذه الحالة للأسف الشديد، الإضراب عن الطعام؟ حسني مبارك بعظمته يضرب عن الطعام، 62 سنة وهو يخدم مصر. لا 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 لا، ما ينفعش. سيادة الرئيس محمد حسني مبارك الأب الروحي لينا قبل أي شيء. هذا يعني الناس اللي فيها خير تعمل كذا. نعم، الناس اللي فيها خير تعمل كذا، الناس اللي فيها خير توقر. أنزلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس في منازلهم، أنزلوا الناس في منازلهم، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنزلوا الناس في منازلهم، من رئيس جمهورية إلى حكم 15 يوم. شلون تصير هذه؟ شلون عقل يصدقها؟ حضرتك دستوريا ما ينفعش يا اخوان، يا اختي، يا ايناس، يا ايناس، ده كذاب، ده ما هوش فاهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، قدوة العرب اجمعين، المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى انما هو وحي يوحى، حبيب الله محمد رسولنا العظيم اللي لا زال نوره يشع على الكون الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لما دخل مكة في فتح مكة كان عظيم مكة أبي سفيان على الشرك، صلى المسلمين الأمرين، بل كان إلى آخر لحظة معاديا لرسول الله وللجيش المصري الجيش الإسلامي. قال له أبو سفيان عظيم، قال خيركم بالجاهلية خيركم بالإسلام. قالوا له عطى يا رسول الله، عطى أبو سفيان شيء عشان ترد له كرامته، هذا من أشراف العرب. قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل وهو كان زعيم الكفر، ما أسلم فحسن إسلامه فمات على الإسلام رضي الله عنه. أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزله في منزله، قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. أما زوجته هند قالها أنت هند آكلة الكبود، قالت أرسول وحقود. شوف الرد، عفى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أكلت كبد حمزة الإسلام، حمزة سيف الله المسلول، أسد الله، حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قالها أنت هند آكلة الكبود، قالت أرسول وحقود، فعفى عنها. يعني شوفوا هذا الخلق، هذه الناس من دخل بيت أبي، احنا ما نقول من دخل بيت حسني مبارك فهو آمن، نقول صونوا لحسني مبارك كرامته، صونوا لحسني مبارك اسمه، صونوا لحسني مبارك تاريخه، صونوا لحسني مبارك شيبته، صونوا لحسني مبارك سنه، صونوا لحسني مبارك الضربة الجوية اللي طلع فيها روحه على كفه في طيارته لما دك الحصون الإسرائيلية في تحرير سيناء. الله أكبر عليكم يا مصريين، تحتفلون بتحرير سيناء وبطل سيناء سجين. شنو هالخلق؟ وين وصل فيكم إلى هذه الدرجة الجحود؟ أنا ما أعم المصريين كلهم، أنا أقول الفئة اللي الآن تتحكم في الأمور في مصر. سيد طلال، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فعلا.
عليهم يخربون بيوتهم بأيديهم، اللهم احفظنا، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمين امين. حضرتك قلت كل الكلام اللي احنا ممكن نقوله، بس انا احب ان انا في اخر الحديث بوجه رساله لوالدي الغالي الحبيب سيادة الرئيس محمد حسني مبارك. والدي لا تحزن، ان غدا لنظره قريب. محدش في العالم العربي كله ممكن ينكر عليك لفضلك، ولا حد يقدر يهينك او يذلك. جزمتك فوق راسنا يا ريس. لا لا يعني يبقى الاسم العام. مشكوره يا ايناس. انا كل ما شكرا يا ايناس، انا عطلتش معي الهواء.